أيقونة الحلويات الشوكليت كيك. مهما عملنا من أصناف حلويات بتفضل أكتر حلو، بيغذي إحساسنا والكل من غير ما يحس بيعشقها حد الإدمان. هنعمل النهاردة الشوكليت كيك الاقتصادي، وهوريكم إزاي تحولوها بمكون واحد لتورتة فخمة تنافس أكبر المحلات رغم بساطتها، إلا إن طعمها يجنن. هنعملها النهاردة في الخلاط من غير أي أكواب معيارية. هنعملها بالكوباية الإزاز بتاعة الشاي اللي موجودة عندنا في كل بيت، مكونات بسيطة متوفرة ومش مكلفة. لو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير والاشتراك في قناتي باليوتيوب، قناة الشيف سيلا. فعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. أول حاجة هحضرها حبتين من البيض الحجم المتوسط، طلعته بره التلاجة 10 دقايق علشان ياخد حرارة الغرفة. حطيته في الخلاط وحطيت عليه ربع معلقة صغيرة من الفانيليا البودر أو باكت من الفانيليا البودر. هميكس في الخلاط لمدة دقيقتين لحد ما أحس إن البيض لونه بدأ يفتح. ضفت عليه كوباية من السكر وهشغل الخلاط لمدة 4 دقايق لحد ما أحس إن القوام بقى كريمي. ضفت عليهم تلت كوباية من الحليب وربع كوباية من الزيت، وحطيت نص كوباية من الزبادي الصغيرة، يعني حوالي معلقة كبيرة مليانة. شغلت الخلاط عليها دقيقتين كمان. بعد دقيقتين حطيت المكونات السايلة في بولة وأحضر المكونات الجافة. هحتاج كوبايتين ونص من الدقيق وهحطهم بالمعلقة في الكوباية علشان دي الطريقة الصح اللي بتخلي معيار الدقيق بيكون لا زايد ولا ناقص. وسويت السطح عشان أتأكد إن الكوباية مليانة صح. حطيت الدقيق في المنخل، وبعد ما نخلت الكمية كلها هاخد منها معلقتين كبار مليانين من الدقيق. خطوة نخل الدقيق دي مهمة جدا علشان مش عايزين أي كرات من الدقيق تبقى موجودة معانا، وكمان بيتدخلها نسبة من الهواء اللي بتساعد إن الكيك تبقى هش وطري مرتفعة بشكل كويس. بعد ما أخدت معلقتين كبار من الدقيق هحط بدلهم معلقتين كبار من الكاكاو الخام الأسباني، ولو مش متوفر نقدر نستعمل كاكاو العادي. دخلت الكاكاو وضفت عليه باكت من البيكنج باودر 5 جرام أو معلقة صغيرة. حطيت كمان ربع معلقة صغيرة من البيكنج صودا اللي هي البيكربوناتو ورشة من الملح. قلبت المواد الجافة كويس. هضيف المواد الجافة للمواد السائلة بالمنخل مش بالمعلقة، ده هيمنع إن أي كرات من الدقيق تتكون. وفي كل مرة بضيف فيها الدقيق بقلب بخفة مش بقلب جامد، وبقلب المضرب اليدوي. ممنوع في المرحلة دي أبدا إن احنا نستعمل مضرب الكهرباء، احنا بس بنخلط المكونات مع بعضها لحد ما أتأكد إن الدقيق اختفى. المضرب الكهرباء هيغير من قوام الكيك، بلاش تبالغوا في التقليب. حطيت ربع كوباية مية عليها معلقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان ومعلقة كبيرة من الزبدة، وحطيتهم على النار لحد ما يغلوا، وضفتهم على خليط الكيك وهقلب. هو ده المكون اللي بينشط لي الخمائر اللي أنا ضفتها.
وبيخلي الكيك اما تدخل الفرن وتخرج ما ترجعش تهبط تاني، وبتفضل محافظة على قوامها. هقلب مباشرة، هو ده القوام اللي انا محتاجاه. ضفت معلقة كبيرة من الشوكليت شيبس، وده اختياري اذا كان متاح، بتدي طعم لذيذ قوي. حضرت قالب الكيك اللي هخبز فيه، دهنته بفرشة بزبدة تكون طرية، وممكن سمن، بس عايزينها تكون طرية ما تكونش دايبة، علشان أضمن إن هي تغطي لي قالب الكيك تغطية كاملة. لو الصينية غير لاصقة كفاية علينا طبقة السمنة أو الزبد، لو لاصقة بنضيف كمان طبقة من الدقيق. حطيت خليط الكيك في القالب، نزلت كل المتبقي بالاسباتيولا، بخبط الصينية خبطتين عشان السطح يتساوى، وكمان ما يبقاش فيه أي فراغات. بعصاية الشيش عملت دواير على سطح الخليط عشان أضمن إن هي ترتفع بشكل متساوي. حطيتها في الفرن، كنت مسخنة الفرن قبلها ب10 دقايق على درجة حرارة 180. حطيتها في الرف الأوسط، هتقعد معايا من 30 ل45 دقيقة. ممنوع أبدا نفتح الفرن قبل 30 دقيقة. هعمل الشوكليت سيرب، حطيت ربع كوباية من المية وربع كوباية من السكر، معلقة كبيرة من الكاكاو الخام أو العادي. رفعتهم على النار وقلبتهم وسبتهم يغلوا دقيقة. بعد دقيقة طفيت النار وسبت السيرب يبرد. بعد 45 دقيقة اختبرت الكيك بتاعتي بعصاية الشيش، خرجت من غير أي عجين. اختبرتها وهي جوه الفرن، مش بخرجها إلا لما أتأكد إنها استوت. عصاية الشيش خرجت من غير أي خليط من الكيك. قلبتها، اتقلبت معايا بمنتهى السهولة، ما شاء الله مرتفعة بشكل متساوي، مستوية وفي نفس الوقت هشة وطرية. دهنتها بالسيرب، ما شاء الله شكلها تحفة وسواها مظبوط 100%. أهم حاجة وهي في الفرن متفتحوش عليها قبل نص ساعة، علشان أي هواء بارد بيوصل للكيك قبل نص ساعة بيتسبب إن الكيك بعد ما بترتفع بتهبط تاني. ولما تختبروها اختبروها بعصاية الشيش وهي جوه الفرن، علشان لو لسه عصاية الشيش فيها عجين من الكيك تقفلوا عليها تكمل السوا. لو خرجت من الفرن ورجعتوا حطيتوها تاني هتهبط منكم. تقدروا تقطعوها وتقدموها كيك، لكن أنا عايزة أعمل منها تورتاية. نقلتها من الستاند وحطيتها على ستاند تاني. حضرت 100 جرام من الشوكليت أي نوع متوفر، حطيت عليه 50 ملي من الحليب اللي مدوبة فيه معلقة كبيرة من القشطة. حطيت في الميكروويف وكل 20 ثانية كنت بخرجه وأقلبه لحد ما دابت. الشوكليت دابت، ضفتها على الكيك. أهم حاجة الشوكليت وهي في الميكروويف كل 20 ثانية لازم تطلعوها وتقلبوها، ما تزودوش عن 20 ثانية قبل ما تفتحوا الميكروويف، لأن أكتر من 20 ثانية بيحرق الشوكليت وطعمها بيمرر. ضفت الشوكليت على الكيك وحطيتها على الأطراف. احنا عايزينها ما تكونش تقيلة، عايزينها تكون خفيفة، وتأكد إن كل حتة في الكيك محطوط عليها شوكليت. احنا نقدر نستخدم شوكليت المطبخ أو أي شوكليت موجود عندنا.
هستعمل ثمرة من الرمان، هقطع ثمرة الرمان وافصصها واحط الفصوص على الاطراف. حطيت حبات الرمان. لو مش متوفر الرمان نقدر نحط فراولة او اي فاكهة متوفرة، تقدروا تقطعوها وتضيفوها. استعملت ورقات النعناع الصغيرة الفريش. التورتة كده بقت جاهزة، ما اخدتش وقت، والنتيجة ما شاء الله تحفة. الله على جمالها، شكلها متناسق ومش مرهقة. مضطرناش ان احنا نحشيها ولا نقسمها طبقتين. المكونات اللي فيها والتشوكلت شيبس، كل ده خلاها لذيذة جدا وطرية، مش محتاجة ان احنا نحشيها بأي كريمة. تقدروا كمان تقسموها وتحشوها بالكريم شانتيه لو انتم حابين. كلموني بقى عن جمالها والفاكهة مع التشوكلت، شكلهم يجنن. تورتاية حلوة ومرتبة ومش مكلفة، شكلها تحفة، والمسام بتاعتها ضيقة وفي نفس الوقت مرتفعة وهشة وغرقانة بصوص الشوكولات. فعلا تورتة شكلها وطعمها روعة. الالتزام بالمقادير اللي اتفقنا عليها بالظبط والتعليمات هو ده سر نجاح الكيك. هحط قطعة من التورتة، احطها في طبق. شكلها تحفة، مرتفعة بشكل جميل جدا وهشة وطرية، وصوص الشوكولاتة اللي حطيناه في منتهى الجمال. بصوا المسام بتاعتها. المقادير المظبوطة والتعليمات اللي قلناها هو ده أهم حاجة في نجاح الكيك. أي زيادة أو نقصان في المقادير بتأثر في قوام الكيك، بتغير في النتيجة النهائية. لو عايزين نفس النتيجة اللي أنا وصلت لها لازم تلتزموا بكل اللي قلناه. وبألف هنا على قلبكم.